هذه امرأة تسأل أنه كثير من الآيات ما كتفهمش المعنى ديالها رغم أنها كتختم القرآن مرات ومرات. طيب مزيان. أولا يعني التعامل مع كتاب الله عز وجل عنده واحد العدد ديال الدرجات. كاينه الدرجة الأولى اللي الإنسان كيقرأ وما كيفهمش، كيقرأ وما كيفهمش، إنما كيقرأ وما كيفهمش يعني ما كيفهمش كاع الخطرة ما عندناش، هذه ما موجوداش بين المسلمين. علاش ما موجوداش؟ ما موجوداش لأن الحمد لله العامية، يعني هذا الكلام ديال الدارجة اللي كنتكلموا به ما بعيد شيء عن العربية بزاف، قريب شي بعيد بزاف. ولذلك أنا عارف أنتم عارفين باليقين ما فيش شك أنه مرأة، نفرضوا واحد مرأة عمرها إلا قرأت في المدرسة ما كتعرفش كاع اللغة العربية الفصحى، ولكن تسمع الناس كيقراوا القرآن ماشي ما كتفهمش المعاني الجزئية، المعاني الدقيقة ما كتفهمهاش، أما المعنى العام كتفهمه. يعني كتعرف بأنه هذه الآيات راها كتتكلم على جهنم، وكتعرف بأن هذه الآيات كتتكلم على الجنة، كتعرف هذا الشيء، ما كيف ما كيعرفوا شيء. لكن الآية الفلانية بالضبط وبالتدقيق يمكن ما تفهموا شيء فعلا، لا بأس بهذا، يعني ماشي مشكل كبير، لأنه الله سبحانه وتعالى هذه الدرجة الأولى أعطى فيها الأجر التلاوة، راه كل حرف كتقرأيه عندك فيه 10 الحسنات، وما حدك تقرأ انت كتعلم. اقرأ وارتقي، شيء عجيب جدا. فلذلك لا ضرر ولا ضير، لكن واجب علينا نتعلمه، بمعنى أنه هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. تصوري نعطيك واحد المثال، كتجيك برية المرأة إلا كان عندها الأولاد بعاد مثلا، أو الرجل ديالها كتجيها برية بعيدة من أوروبا أو أمريكا أو من الشرق العربي، إذا كان هذا اللي صيفط برية ولد محبوب أو زوج غايب وكذا إلى آخره، ديك الرسالة شحال كنعتنيو بها. وأنا كنشوف ملي كنت صغير حتى الآن كنشوف الأمهات ملي كتجيها شي أم برية من ولدها غايب عليها شحال من سنة، والله باقي نعقل هذه الحالة وأنا صغير. كنت واحد المرأة من العائلة ديالنا كنقرا لها البراوات ديالها، كانت مرأة أمية ما تقراش، كتقبط هذيك البرية وتعطيها لي نقرا لها تصنط وتتأثر وتبكي وتقبط عاود ديك البراوة تشدها، ما كترميهاش، كتتصرف بها. تعاود دوز واحد المدة هي اللي هذيك البراوة تعاود تعطيها لي نقراها من جديد، عاود نقراها من جديد وتأثر بها ما شاء الله، وتعاود تفوتها وتخبعها. هذا برية جاية من بنادم من عند بنادم، برية ديال الله، لأن القرآن رسالة، راه ما هو إلا رسالة صفتها رب العالمين لنا، ليا وليكم الأخرى والأخرى والآخر، رسالة الله. فهذه الرسالة هذه واجب علينا نقراوها ونعاودوها أكثر مما كنقراو الرسائل ديال الأولاد ديالنا والأحباب ديالنا والأزواج ديالنا. ماشي معقول باش يعني إنسان يقرأ القرآن واحد مرة أو ما يقرأ حتى مرة ويرميه، هذا منكر كبير، لا بد من الإنسان أنه يبدأ يقرأ القرآن. طيب إذا كان كيقرأ إذا القرآن كثير، فلا شك أنه بإذن الله عز وجل غادي يبدأ يفهم اليوم وغدا وبعد غدا غادي يفهم أكثر وأكثر وأكثر. ما يتقلقش الإنسان، يعني يصبر، راه مازال يزيد ربي تعالى يعلمه أكثر وأكثر. فإذا المداومة على ذكر الله عز وجل، والقرآن هو رأس الذكر وسيد الذكر، كيفقه القلب في ذيك المعاني. هذا مستوى آخر أعلى، أننا نطلب العلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. واجب علينا أننا نبدأ نتعلموا ونمشي نقلبوا على مجالس التفسير باش نسمعوا وباش نبدأ نتعلموا، لأنه دائما اللي علم الله تعالى شي معنى ويخدم به يكون أحسن من الآخر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. دائما مال العلم الدرجة ديالهم عالية إذا طبقوا، الدرجة ديال أهل العلم اللي علمهم الله تعالى ديما عالية إذا كانوا صادقين في علمهم، وإنما العالم الصادق من عمل بما علم. ولهذا واجب يعني على هذه المؤمنات التي قالت يعني أولا ما تقلقش ما تضيقش، واخا ما كتفهمش راه عندها واحد الخير كبير غير بالتلاوة وغير بالقراية، ولكن راه بإذن الله عز وجل خصها تبدأ تتعلم. هذه امرأة مبتلات ابتلاها الله تعالى بزوج سكير مع الأسف الشديد، يعني وكتكلم يعني بأحوال أنا بالنسبة لي عندها الحق فيما تقول إذا كانت الحكاية هي هذه، لأنه خدام في حانة مع الأسف الشديد، فضل الله سريع علينا عليه. هي توجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء، أرى الدعاء الأخت الكريمة يرد القضاء، في الحديث الصحيح الدعاء يرد القضاء، يعني توجه الله سبحانه وتعالى، قومي في جوف الليل في ثلث الليل الآخر وتوضاي وتوجه الله تعالى كاع اللي ضاقت بها الضائقة في شي أمر من الأمور، يا إما ضائقة مالية
تزيرت بها الدنيا في المال، يا إما مرض عافانا الله وإياكم، يا اللي كان من هموم الدنيا كلها. نوضي بالليل ودقي باب الله، راه كاين باب الله سبحانه وتعالى وكيفتح، راه ما كيسد الباب على حتى واحد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلذلك دقي باب الله في جوف الليل يفتح لك الله، والله سبحانه وتعالى ضمن لك أنه إذا طلبتيه بصدق وبكيتي عليه ربي يجاوبك، وغادي تشوفي البرهان في ذاك الدعاء ديالك وذيك العبادة ديالك. طلبي الله الهداية للزوج ديالك، لأن قلبه راه ماشي بيدك، قلبه بيد اللي خلقه، هو اللي راه مقدر له سبحانه وتعالى باش يكون في هذيك الحالة بما كسبت نفسه. يعني هو ما نيته ما كانت صالحة، ولكن الله عز وجل يعني جعله في تلك الحال، ولو شاء لقلبه إلى أفضل حال. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه كيف يشاء. ولذلك توجهين الله وطلبي الله وبكي على الله لعله راجلك يعاود يتوب ويصلح حاله ويولي خير منك. وهذا الشيء شفناه شحال مرة، سبحان الله العظيم، شفناه شحال مرة. كانت زوجات مؤمنات صالحات ابتلاهم الله بأزواج سكارى مفلسين ما يصلحوا حتى صالحة، وبقوا صابرين وبالدعاء والتقرب الله سبحانه وتعالى، حتى جات الوقت اللي ربي تعالى آذن، عطى الإذن سبحانه. فإذا به أحوال هذه. دابا كنتكلم على واحد الحالة كنشوفها بعينيا بخيالي الآن ديال واحد السيد كنعرفه، فإذا الله عز وجل كيقلب الحالة ديالو من شيطان مرة إلى أحوال الملائكة. شيء غريب جدا. راه ربي كاين سبحانه وتعالى، ما تيأس حتى واحد. هل يمكن تأخير صلاة الشفع والوتر إلى صلاة الفجر؟ نعم، ولكن على شرط أن تؤدى قبل الصلاة، قبل الأذان، يعني قبل الأذان ديال الفجر، تخليش تدخل عليك الفجر. ولذلك في الحديث فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة، تشوفي الفجر غادي صافي خصك ساعة توتري. يعني هذه امرأة تشتكي من أخيها، تقول بأنه كيأذيها وتكرفس عليها ودعته للمحكمة وخايفة من أنه يعاقب الله بقطع صلة الرحم. لا إذا كان هذا الأخ هو كيأذيها فعلا، دابا غير تكون هي صادقة في هذا الكلام اللي قالت، أنا راني كنحكم على داك الشيء اللي سمعت. فإذا كان صحيح أنه كيأذيها وتكرفس عليها حسب داك الشيء اللي قالت في الرسالة، راه هو اللي يتعاقب ماشي هي، لأنه هو اللي قطع. هو دابا هي امرأة، هو اللي بعد أولا في الشرع مطلوب منه يزورها، ماشي هي تزورها. واحد. ثانيا نفرضوا بقات هذيك المرأة ما بقى لها والي ولا تالي، بمعنى أنه ما لقات اللي ينفق عليها، راه واجب عليه في شرع الله باش ينفق عليها. المرأة إلا ما بقى لهاش والديها، ما بقاتش عائلتها وبقى لها غير خوها، هذاك الأخ ديالها واجب عليه في شرع الله ينفق عليها كما كينفق على بنته. ولذلك راه هو اللي يتعاقب ماشي هي. ما تقلقش، غير بشرط تكون فعلا هو ظلم، ماشي هي عاود ظلمه وقلبها. وحده سولت هل يجوز للمرأة أن تجهر بالصلاة في بيتها؟ يعني الصلاة جهرية تكون في دارها ماشي مشكلة بإذن الله زوج. دائما نفس الأسئلة ديال الخصام يعني مع الزوج. لا يصلي الزوج، لا يصلي، والمرأة معها ديما في خصام وكذا. راه جاوبت من قبل، يعني الدعاء طلبي له الله سبحانه وتعالى، طلبي له الله تعالى أن يهديه وعمليه عاود مزيان. إذا كان هو يعني حنظل كوني انت سكر بالنسبة إليه، راه بجهد الله تعالى تأثري فيه بجهد الله. إذا أراد الله سبحانه وتعالى فديري جهدك. المرأة خصها دير جهدها كامل. يعني وكثير شفنا بزاف ديال الزوجات اللي نجحوا في تحويل الأزواج ديالهم. راه بنادم غير اللحم ودم، راه ماشي حجر ولا حديد. راه إذا المرأة فعلا كانت عندها واحد القدرة ديال الصبر كبيرة جدا، وكانت عندها النية الخالصة لله، يعني كتبغي داك الزوج ديالها يكون عبد لله خالص، وتبكي على مولاها اللي خلقها وخلقه باش يحولوا للخير، راه ربي بإذن الله عز وجل إن شاء الله يستجيب لها إن صدقت في طلبها ودعائها. يعني وحدة كتكلم على احترام العلماء بأشكال مختلفة إلى حد تقبيل يده يد العالم، وكذلك تعتقد وحضرت أن ذلك التقدير ربما ينقلب إلى تعظيم الإنسان. لا، يعني كاين اللي كيخاف زعما أنه يعني محبة بعض الناس لعلمه أو لورعه أو لأي شيء آخر أو لفضله عليك. يمكن واحد دار فيك شيء خير يعني كبير وكذا إلى آخره، وكتقدريه كتخاف ينقلب ذاك التقدير وتعظيم يعني كأنه نوع من العبادة. لا، فرق كبير. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، حديث. والمحبة واجبة.